بيبدأ فيلمنا النهارده بالدكتورة أو وهي بتحلم إنها بتنقذ مريض جوه طيارة إسعاف، بس للأسف بتفشل والبروفيسور بتطردها من المكان. لكن فجأة بتكتشف إنها كانت بتحلم وبتصحى تلاقي نفسها في مركز مساج كانت بتحاول تروق على نفسها، لكن المفاجأة إن ده كمان كان حلم. بتصحى على تليفون من البنك، تروح هناك تقابل الموظفة اللي بتستقبلها بابتسامة عريضة وبتقول لها إن كل بطاقات السحب خلصت ولازم تحدد ميعاد لتسديد 50 مليون وون، ولو مش معاها المبلغ حاليا ممكن يمدوا فترة القرض، بس لازم تجيب شهادة شغل أو حتى سجل استقطاع ضريبي. لكن بترد لا للأسف، لا معايا ده ولا ده ومش ناوي أشتغل دلوقتي، أصل الشغل ما بقاش مناسب ولا جاي لي سكة من أساسه. ساعتها الموظفة بتغير وشها وبتقول لها خلاص لما يجي ميعاد الدفع هنبعت لك طلب رسمي، ولو ما سددتيش هنبقى ندور على أصولك ونحجز عليها. بتقول لها وهي مخنوقة خلصانة هجيب لك شهادة شغل. تاني يوم بتصحى بالعافية عشان تروح الشغل وهي مش طايقة نفسها، لكن أختها بتصمم توديها بنفسها لحد المركز الطبي عشان ما تهربش زي كل مرة. وفي السكة بتقول لها لو صاحب بابا ما كانش نصب عليه وسرق 5 مليار وون ما كناش اتبهدلنا كده وما كنتش اضطريت اشتغل. فاختها ترد هو مش باباكي بس اللي فلس، انا كمان صرفت 50 مليون وبقيت من غير بيت ولا عربية، يعني لازم تشتغلي وتسدي ديونك بدل ما تروحي السجن. استحملي سنة واحدة بس وبعدها شوفي هتعملي ايه. ولما بيوصلوا بتقابل قرايبهم الدكتور دون في الاسانسير، بتقول له بهمس يا ريت تتصرف كانك ما تعرفنيش طول ما احنا هنا. ولما بتوصل الاستراحة الخاصة باطباء الامتياز بيجي دون ومعاه الدكتور تشا والدكتورة اون، وهم اللي هيبقوا مشرفين على تدريبهم خلال السنة. كل دكتور جديد بيبدأ يعرف نفسه. اول واحدة سابي الاولى على الدفعة وبتقول هدفها تتعلم بسرعة وكفاءة. بعدها نام كيونغ بتقف وتقول هدفها، ومن بعدها يونغ او اللي بتقول اسمها وسنها وبتقعد، وفي الاخر جوي اللي بيفضل يرغي اكتر من لازم. بعد التعارف دون بيقول لهم ان اون وتشا هيساعدوهم لحد ما يتأقلموا. كل واحد منهم بيروح اسم مختلف في المستشفى. بتختار اسم النساء والتوليد وبتدخل اول عملية ليها، لكن لسوء حظها العملية دي بتكون للدكتورة سيو اللي مشهورة بلقب الساحرة لانها ما بترحمش اي حد ما بيعجبهاش. اول ما تدخل بتقول لها سيو انت شايفاني ولا ايه حكايتك، وبتنده الممرضة تشيل غلاف من على نظارتها. بعد التأكد من بيانات الحالة بتبدأ سيو ومعاها الدكتور دون العملية، واقفة زي الضيف لحد ما العملية تخلص. واول ما بيخرجوا سيو تتهكم عليها وتقول لها كانت عملية صعبة مش كده. وفي الوقت ده بنشوف جوي المجتهد جدا بس مشكلته الوحيدة انه متسرع وبيتعامل مع الحالات من غير ما ياخد معلومات كافية. بتجيله مريضة بتقول له ان الدكاترة قالوا لها تتمشى بعد العملية، لكنها حست فجأة بألم في صدرها وكتفها. جاي بسرعة بيتصل بالدكتور تشا وبيقول له ان المريضة شكلها عندها قطع في الشريان الاورطي. هي بترد عليه باستغراب عرفت منين؟ يرد من المريضة اهي قدامي. تتعصب عليه وتقول له يعني عندها قطع في الشريان واقفة قدامك، طب اقفل بدل ما اجي اكسر دماغ. تاخد استراحة غدا وبتتجهز ترجع للعمليات، لكن لما بتلاقي المريضة بتنزف بتقول للممرضة هاتوا كلينكس. الدكتورة سيو بتزعق فيها كلينكس احنا كوافير اسمه شاش يا دكتورة، وبعدين توبخها انت سبتي بقى الخيط فوق المريضة عشان يدخل جوه بطنها. دون يفضل يشاور لها ترميه بس هي مش عارفة ترميه فين، فبتمسكه في ايدها وتقول لسيو همسكه لحد ما العملية تخلص وارميه. سيو ترد عليها ببرود ليه تستني اطلعي بره انت، وبتطردها من اوضة العمليات. جاي بيروح للدكتورة تشا عشان يبلغها بتطورات حالة المريضة وكل حاجة تمام ما عدا سائل نازل من مناخيرها. الدكتورة تشا تستنتج فورا انه سائل نخاع شوكي وتقول له الست عملت عملية امبارح وطول اليوم نايمة، يعني وقعت على دماغها امتى؟ انت ما سمعتش عن حاجة اسمها سيلان الانف؟ يخرب بيت المصايب اللي انا فيها. بتروح بقى لنام كيونغ وهي بتعيط من حالة بتولد، كانت الست مرعوبة اكتر منها. تيجي سابي تقول للمريضة انا ممكن اموت في العملية، فبترد عادي بس ممكن تعيشي بنسبة اعاقة خفيفة 20% كده. الست بتصرخ انا مش همضي ومش هعمل العملية. تمشي نام كيونغ وهي مستغربة ازاي يعني المريضة رفضت تمضي. وفي اخر اليوم بيوصل لهم امر الافراج بترجع البيت وهي مرهقة جدا. ولما بيقعدوا على العشاء دون بيفضل يفكرها بالموقف اللي حصل في العملية وان الزمايل بدأوا يضحكوا عليها، فبتزعل وبتقوم تمشي. تاني يوم بتروح الشغل وهناك بيطلب منها تراقب الشاشة كويس جدا عشان دي حالة البروفيسور تيو ومش عايزين نسمع منها اي كلام يزعله. لكن فجأة بيجي لها استدعاء لحالة ولادة، بتجري هناك ولما بتعمل الفحص بتلاقي فعلا الست دخلت في مرحلة الولادة. فبتروح تبلغ الدكتورة سيو اللي بتيجي تفحص الحالة بنفسها، بس بتلاقي ان لسه بدري جدا على الولادة، فبتهزق تاني. وسيو تقول لها
ما تبقيش متسرعة كده، وبتروح تشتكي دون منها وتقول له انها ما بتعرفش حاجة. في الوقت ده جاي بيروح يبلغ تشا بحالة مريضة، وكان متوتر كالعادة، بس المرة دي بيشخص الحالة صح وبيقول انها عندها جفاف ولازم تاخد محاليل. واول ما تشا بتقول له ايوه صح بيفرح جدا وبيجري يعلق المحاليل بنفسه من غير حتى ما يسجلها في التقرير. نرجع بقى لأو اللي كانت لسه واقفة في أوضة الفحص، وفجأة تلاحظ ان الست دخلت في اعراض ولادة حقيقية، فتتوتر وتتصل بدون وتبلغه بالحالة وتقول له ان الوضع مختلف تماما عن المرة اللي فاتت وان الست بتتألم جدا. فيقول لها متأكدة انت فهمتي اعراض الولادة ولا هنسمع تاني كلمتين من سيو؟ هو ده اللي يهمك؟ تعال بسرعة قبل ما الست تموت. فيقول لها طب خديه على أوضة الولادة وانا جاي فورا. بتجري هي والممرضات بالسرير، لكن في نص الطريق الست بتصرخ وبيبان ان راس الطفل بدأت تطلع، فتلبس او جوانتي بسرعة وبتولدها في الممر. ورغم ان ده كان الحل الوحيد، لكن لما بتيجي سيو بتفضل تزعق فيها وتقول لها ان كده عرضت حياة الام والطفل للخطر، وبتدافع عن نفسها وبتقول ان الست دخلت في ولادة سريعة وان ده مش ذنبها. لكن سيو ترد انا ماليش دعوة بالكلام ده، احمدي ربنا انها بخير والا كنت وديتك في داهية. ومع مرور الايام تبدأ او زمايلها يتعودوا على الشغل، وبقى الموضوع بالنسبة لهم روتيني جدا ومحدش متحمس يتعلم اي حاجة ما عدا سابي اللي كانت قاعدة في محاضرة البروفيسور سيو مركزة جدا وهي الوحيدة اللي كانت بتجاوب. حاولت سابي تغشش او ونام كيونغ لكن هم كانوا تايهين خالص. وبعد ما المحاضرة بتخلص بتخرج او مع سيو اللي بتوصيها تراقب ال7 حالات ولادة اللي حصلوا امبارح، وتأكد عليها ان السيدة هوي ما تتحركش من مكانها. لما بترجع او عشان تبلغ البيانات وعشان مش متمكنة بتتلخبط في الكلام، فسيو ترد عليها انت بتبلغيني البيانات كأن عندك تخلف عقلي وبتتكلمي كده ليه؟ استخدمي عقلك قبل ما تفتحي بقك. بنروح بقى الجاي اللي بيتعرض لموقف محرج جدا بسبب التسرع. بيشوف ست بطنها كبيرة ومش قادرة تقف، فبيجري علشان يساعدها وبيفكر انها جاية تولد، بس الست بتقول له انا مش حامل اصلا. وتيجي وقتها الدكتورة اللي عارفة حالتها وتجيب لها كرسي وتقول لها ان البروفيسور ناوي يسحب السائل اللي في بطنها قبل ما تبدا علاج الكيماوي. وقتها جاي بيعرف انها مصابة بالسرطان وبيحس باحراج فظيع. ولما بيجي وقت المرور على المرضى بيروح كل واحد من المتدربين مع البروفيسور. سابي بتبدا تكلم المريضة بلغة طبية بحتة ومن غير اي تعاطف، لحد ما المريضة بتتضايق وبتقول للبروفيسور البنت دي ما ينفعش تبقى دكتورة. فترد سيو فعلا عندك حق، وتاخد سابي وتهزقها بره وتطلب منها تدخل تعتذر للمريضة. لكن سابي تقول من الناحية الطبية انا ما غلطتش، ممكن اشرح لها التفاصيل اكتر. ساعتها سيو تصرخ في وشها وتقول اعملي المطلوب وخلاص، ما قلتلكيش اعملي عملية؟ انت بتعاملي بجفاء مع مريضة بتقولك انها مش قادرة تاكل ولا تنام، اظهري شوية تعاطف يا شيخة وادخلي اعتذري لها. نرجع لجاي واللي بيكون مع البروفيسور وبيروح لسيدة بعد الولادة. البروفيسور يقول لها تبدأ تمارين عشان تخف اسرع، فترد الست طب هعمل شوية تمارين لما اكل، انا جعانة جدا. ساعتها جاي بيكتشف ان مفيش حد جاب لها الفطار والدكتور بيعتذر ويقول لها ان الفطار جاي حالا. وهو خارج من الاوضه بيشوف الست اللي افتكرها حامل قبل كده وهي بتبص له بنظره كلها قرف، فيمشي من قدامها ويروح يقعد مع نام كيونغ. لكن بعد شويه يلاقيها جايه تتكلم معاه، فبيستخبى وبيعمل نفسه مشغول في اي حاجه عشان ما تشوفوش. بعد ما بتمشي الست بيطلع يقعد مع او وبيلاقيها لابسه السماعات، فبيسالها بتسمعي ايه؟ بترد عليه كنت بتهزق من البروفيسور. وفجاه بيجي لها اتصال تاني، السيده المسؤوله عنها دخلت في الولاده، تجري بسرعه عشان تنسق مع العمليات، وفي الاخر بتلاقي اوضه فاضيه بالعافيه وبتقف هناك عشان ما تدخلش اي حاله لحد ما الدكتوره تيجي بالسيده زي ما قالت. لكن بعد نص ساعه دكتور التخدير بيبدا يتخانق معاها لانهم مأجلين العمليه اساسا على اساس ان الحاله دي طارئه. تعتذر او وتروح تتصل بالدكتوره ناني عشان تعرف سبب التاخير، بس مش بترد عليها. ما تمرش دقايق وتدخل الدكتوره معاها السيده. في وسط الهدوء ده او كانت بتحاول تتكلم مع الدكتوره بس الدكتوره بتتجاهلها تماما، فدخلت وراها وسالتها ليه قالت في التليفون ان الحاله مستعجله، لكن رد الفعل كان صادم. الدكتوره قامت مشيت وطلبت من دكتور التخدير يبتدي شغله ويدي القسطره. ساعتها انفكر فيها دكتور التخدير وقال لها القسطره دي بتاخد نص ساعه عشان تشتغل وما ينفعش تستخدم في الطوارئ اصلا، وكان تصرف غبي انك تكذبي علينا، وسابها ومشي من غير ما يديها فرصه تبرر. في الوقت ده سابي كانت بتتحاسب مع الدكتوره اللي سالتها ما اعتذرتيش ليه؟ سابي ردت رحت مرتين، مره كانت مشغوله والتانيه نايمه فما فيش وقت مناسب. الدكتوره زعقت فيها وقالت انها ما عرفتش تختار الوقت الصح ومشيت وسابتها. وفي نفس الوقت ده او كانت بتتعامل باسلوب سيء جدا من الدكتوره اون اللي كانت بتوقعها في مشاكل بدون سبب. طبعا بعد كل ده او اتضايقت جدا وقررت انها تمشي من الشغل وخلاص اللي يحصل يحصل. بس وهي خارجه سمعت نداء طوارئ، حاله سيده حامل قلبها وقف. جريت او على هناك فورا وبدات تعمل انعاش قلبي رئوي لحد ما زمايلها وصلوا وساعدوها وتم نقل المريضه لغرفه العمليات. والاول مره البروفيسور سيو قالت لها شطوره، وحتى اون قالت انها احسن من سابي وان الام وطفلها عاشوا بفضل تدخلها. بكده ما بقاش فاضل غير جوي اللي كان عايز يشتغل وياخد فرصته، لكن
لكن محدش مديها له، والدكتوره تشا قالت له يروح ينام في البيت عشان الحاله خلاص داخله عمليات ومن بعدها عنايه. وفي اسم النساء، بيو كانت بتعاني مع السيدة سوبي اللي طلبت تغيير الضمادة 4 مرات في اليوم، وكل شوية اغسلي ايدك كويس، غيري الجوانتي، هاتي ادوات معقمة. بيو زهقت وقالت لها هخلي حد تاني يجي يغير لك، لكن سوبي قالت لا عايزاكي انتي، ولو جالي حد تاني هبلغ البروفيسور. وفي الوقت ده كانت قاعدة بتفكر في الاستقالة، لكن دون جه وقطع عليها تفكيرها وقال لها في حالة لازم تتنقل لمستشفى بعيد ساعة من هنا، وهتروحي معاها في الاسعاف، ولو ولدت في الطريق تولديها بنفسك وتقطعي الحبل السري وتتأكد ان الام والطفل بخير. اتزنقت بس وافقت، واثناء الطريق الست بدأت تحس بألم، فاتصلت بالدكتور وقال لها تابع النبض والتنفس وقوة التقلصات، ولو مش ولادة يبقى عادي. في نفس اللحظة نام كيونج كانت هربانة من المستشفى عشان تاكل، لان بقالها فترة طويلة من غير اكل، لكن الممرضة كلمتها وقالت لها المريضة اللي في 1011 عاملة دوشة، في افرازات من الجرح ولازم تيجي في خلال 10 دقايق. نام تحاول تاكل بسرعة، بس الممرضة فضلت تتصل فتوترت وقررت تهرب للمول. ركبت تاكسي وفي الطريق جات لها رسالة من الممرضة المريضة محتاجة تسليك انابيب فورا. غيرت رأيها وقالت للسواق يرجعها المستشفى. اول ما وصلت لقيت الناس بتعيط قدام اوضة سوبي، فافتكرت انها ماتت وبدأت تعيط معهم، لكن الممرضة قالت لها ان الدكتورة كيو سلكت الانابيب بدلها. وفي اللحظة دي جات يو وقالت لها كنت فين من الصبح يا دكتورة، انا عايزة اغير الضمادة. نام قالت ايوه يلا نغير. وفي اوضتها بدأت التغيير، وسوبي قالت لها انا اسفة لو كنت ضايقتك، بس انا بقالي 3 سنين بتعالج وبقيت عصبية، والبروفيسور قالت انك احسن واحدة بتغير ضمادة. نام قالت لها انا مش زعلانة وبكرة هاجي اغير لك 4 مرات. قالت لها سوبي لا مرة واحدة كفاية، هخرج من المستشفى خلاص. نرجع بقى اللي وصلت المريضة بسلام وسلمت التقرير وراحت تسلمه لدون في اوضة العمليات، فاستلمتها ميونج وبدأت تهزقها وتقول لها ان بعتت له اوردرات غلط، لكن دون دافع عنها وقال هي مش غلطانة. وحتى في موضوع الولادة الطارئة كانت فعلا واخدة اوامر من ودكتور التخدير كمان اكد القصة. بعد ما خلصت العملية رجعت استراحة ولقت نام وسابي واتصلوا بجوي عشان يقدموا التقرير اليومي، لكن ميونج قالت مفيش تقارير جماعية تاني، كل واحد مسؤول عن نفسه. فرحوا جدا وجريوا يغيروا هدومهم عشان يروحوا، وبره كان دون قاعد مع زمايله اللي سألوه ازاي اقنعت ميونج تبطل تاخد تقارير من الطلبة. قال لهم الدنيا خد وهات، هي مش هتاخد تقارير وانا مش هتكلم على اللي عملته النهارده. وفي الاخر استلم الاربعة اول مرتب ليهم وبقوا دكاترة رسميين في المستشفى، وكل واحد فيهم قرر انه لازم يكمل لان الشغل ده مش مجرد وظيفة، دي مسؤولية عن حياة ناس. لو وصلت للنهاية ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتكتب لنا رأيك في الكومنتات، وكمان قول لنا تحب نلخص ايه الحلقة الجاية. سلام.